السلام عليكم. ما تبون قصة ظهرية على بال ما يخلص الغداء؟ ها؟ شوف، أنا والله إني أقولها مبيت النية خالص، سواء كرشتوني ولا لا، والله إني أقولها إن شاء الله. الأحداث هذه كانت عام 604 ميلادي، يعني قبل 2018. مبطي السالفة دي صارت. كان كسرى ملك الفرس جالس في مجلسه ويوصف زين نساء العرب، ويسأل اللي عندي يقول وين أحصل جميلات العرب ذي وين ألقاهن؟ كان واحد في مجلسه اسمه زيد بن عدي عربي، قال لي كسرى أنا والله اللي يدري وين تلقاهن. قلت تكفى يا زيد. قال لي علي الطلاق، والله أن أجمل نساء العرب. كمان يا زيد؟ قال بنات النعمان بن المنذر ملك الحيرة في العراق. يا شيب عيني يا كسرى من زين فيهن. قال كسرى يا والد تلعب بعصابي تقول الصاد. قال لي والله اني كسرى والله ما جاك الا الصدق، والله يا زين في بناته انه ما خلق في العرب كلها وان كل العرب تهرج به. اعلمك انا. قال كسرى قم الحين واخذ لك كسوه وذهب وروح للرجال وقل كسرى ملك الفرس بيتزوج من بناتك. قال زيد تم ما يخالف. وصل زيد عند الباب ويلتفت على كسرى قال كسرى خلنا ناخذ لنا ثنتين انا بالي وحده والله. قال كسرى راح لا اكفر فيك، راح للرجال عجل على انا خذ من الذهب وروح خلص. يصل زيد للنعمان وحيا مية كيف الحال يا النعمان كيف الحال يا زيد؟ قال النعمان العلم في سلامتك، كسرى مرسلني يبي ياخذ وحده من بناتك. زيد قال له بثقه ما حد يرد كسرى ملك الفرس ما حد يرده. قال النعمان لا خله ياخذ مهل عين، جيبوا له مهل عين خليه ياخذها. قال زيد وشين هي مهل عين؟ يوم دخلت عليهم ولا بقره صد. هو يلتفت زيد للنعمان قال قوي يا النعمان هذه والله تجي فيها ذبحه. قال اقلب وجهك انا اللي بذ الشوارب انتم كسرى تقلعوا. ويرجع زيد كسرى ويعلمه بالسالفه. قال والله ان هذه النعمان وسوت كذا وكذا وكذا. قال كسرى يا والد الرجال سواه صدق. قال والله العظيم من هذه كلمته ومن هذه سواته. يولع ولا حد تشيلها الارض. قال والله اللي تجيبونه جيبوه لي. قالوا نرسل له. قال ارسلوا له. سووا والله اللي يجيني جيبوه لي. نعمان ملك الحيره درى ان كسرى ما هو بساكت على الموضوع وله هو في قد حرب مع كسرى مهيله وعنده جيش قوي. اخذ بناته طال عمرك وطلع. راح النعمان الجبل اسمه طي وكانت عنده قبيله اسمها طي معروفه، فعلمهم السالفه. قالوا والله يا النعمان انك لحيتنا غانمه مير كسرى ما لنا قدره فيه، والله يهد علينا جبلنا، والله مير يدور لك عرب تفزع لك احنا والله ما نقدر. والنعمان تضيق بهالوسيعه وتضيق بهالارض يروح يمر على العرب يشوف يفر بين العرب لين نزل على باديه بني شيبان ولقى هاني بن مسعود الشيباني قايدهم. ترى شيباني مو شيباني عتيبي لا تمشي الحين زين لا يا اخوي شيباني هاني العلم في سلامتك كان انحشت من كسرى والسالفه كذا وكذا وكذا. قال هاني ابك والله انك في وجهي، والله انك في وجهي مير انا بنصحك نصيحه بناتك خلهم عندي وروح لكسرى ان كان يذبحك فالفشيل على يناديك ويذبحك وان كانك سلمت فانت ملك. عز الله ان هذا الراي يا هاني اجل بناتي ودعت عندك وانا بروح لكسرى. قال الله يوفقك وياخذ طال عمرك يركب رحوله انت النعمان ويعلق بكسرى. وصل النعمان عند كسرى مات في السجن من الطاعون رحمه الله. ولا كسرى والله اني اللي يخلي الضباعة في اللي في بطنه تاكل من قصبانه لين تشبع. ارسل كسرى اياس بن قبيصه الطائي ارسله الى هاني بن مسعود قال خليه يعطينا بنات النعمان، خليه يرسل على الرجال قال اعطنا بنات النعمان. هاني تبى بنات النعمان اللي حطن عندي ابك والله ما تاخذهن دائما في وايل رجال يتنسم ابك ذا اللي ينسوق دونهن الارواح يا خيبان. سنع كسرى ان هاني الشيباني رفض قال سقوا عليهم الجيش. قالوا يا كسرى خلنا نرسل عليهم عرب ونحاول نقنعهم. قال قد ارسلنا ولا فات هاجموهم بس اقتلوهم. يعني الحين اقبلت اشهر معركه في الجزيره العربيه معركه ذي قار. بس مو بكل قبائل العرب فزعت لبكر بن وائل قبيله بكر بن وائل. كانت قبيله بكر بن وائل مصايب رياجيل في الريس ما علاهم وكانوا لهم اعداء. هذه المشكله كان لهم اعداء في الجزيره العربيه. هذه منها تعوكست صد عيت لا تزين والله كان لهم اعداء واعدائهم طال عمرك يوم دروا ان بكر بن وائل بيتحاربون مع كسرى والفرس قالوا خلينا نفزع الكسرى. عدد العرب اللي فزعوا للفرس وصلوا 3000 عدد مو بسيط. وجاء عاد يوم معركه ذي قار معركه اللي خلفت الموازين معركه مداحم الرياجيل. كان في بكر بن وائل قائد اسمه حنظله بن ثعلبه السيار التفت على قبائل بكر وقام يصيح عليهم يا رجال بكذا شرفكم ابك انتم تحاربون من شرفكم الحين المنيه ولا الدنيه استقبال الموت خير من استدباره. والله اني ما اقول لكم ان الحرب سهله، الحرب هذه يمكن انهزمنا ما يبقى فينا ولا رجال. موت والله انها اعز من المهونه والعار. وش تبون قبائل العرب شو تقول؟ وش تبون الناس وش تقول؟ بكر بن وائل يسلبوا حريمهم الفرس شو الريجي شاش الريجي ودخلوا على الفرس بقلوب ميته. خلاص ما عاد وراك الا اهلك وحريمك اما افتكيتهم ولا نعبوا الحياه. وكان اول انتصار للعرب على الفرس سروا هياط الفرس وعزه الفرس في الجزيره العربيه دق خشومهم دق. ازروا يطرحون اياس بن قبيصه انحاش احد قواد الفرس عربي بس احد قوادهم. راح اياس الكسرى ما يقدر يعلمه انه انهزم لان كسرى من طبعه اي واحد يجي يعلمه انه انهزم يمصع كتوفه يمصعها عن بعضها كذا. قال كسرى ها بشر اياس. قال والله هزمناهم. هو والله يعقب والله يبلع من تراب النفود لين ظهر من اذنه بس ما يقدر يقول الصدق الكسرى يذبحه.
كسرى زين بيض الله وجهك. قال اياس وانا بيك ترخص لي الحين اخوي والله جايتنا على السخونه وتعبان في العراق ابرجع له. قال كسرى خذ كسوه معك وبيض الله وجهك. يجي مهبول عقب اياس قال يا كسرى احد سبقني قال شيء؟ قال اي والله اياس جاني وعلمني انكم انتصرتوا. قال والله اني عقب وانت ما تعقب. لا والله ما انتصرنا. قال كسرى يا ولد انت صادق؟ قال اي والله النفوذ هذا خابر والله يمس حبنا رايح جاي. اي والله ما انتصرنا. قال خذوه هذو مص عيدينه. قال بكلا كسر قال خذوه مص عيدينه. هو يدورها وتحصلها والله تحصل اللقافه. على العموم يا اخوان هذا كان موضوع غزوة ذي قار وهذه السالفة اللي عندي وبيض الله وجيهكم ولا انتم.